المغرب تعرض لحملة إعلامية ممنهجة منظمة مهيكلة ممولة من طرف الإعلام المصري، ومع كامل الأسف ومن طرف الإعلام الجزائري. وهذه الحملة شنو هو الهدف ديالها؟ هو إرباك الفريق الوطني المغربي من الآن، ووضع ضغط على الفريق الوطني المغربي من الآن، ووضع ضغط على كل حكم سيعين لقيادة لقاءات الفريق الوطني المغربي. علاش كاين واحد الحقد كبير عند بعض العرب والأفارقة تجاه المغرب رغم الاستقبال والضيافة، وبالرغم أن بعض المنتخبات المشاركة في هذه الكأس القارية في المغرب عمرهم ما كانوا كيحلموا أنهم يلعبوا ملاعب 5 نجوم ويسكنوا في فنادق ضخمة ويتم الاستقبال ديالهم من طرف المغاربة، وهذه المنتخبات ديال السوء اللي عندهم عقدة من تطور المغرب. النجاح ديال المغرب ولا كيوجع كيألم هاد الناس اللي حنا كاملين والعالم كامل كيعرفوا شنو كيسواو. المغرب في ال10 سنوات الأخيرة دار واحد القفزة كبيرة في البنية التحتية، في التنظيم الرياضي، في الكان، في المونديال، في التظاهرات الكبرى، وغادي خطوة خطوة في الاقتصاد، وانتصر في الدبلوماسية على أعداء الوحدة الترابية. هاد الدول ما تسرطاتش ليهم يشوفوا المغرب كيتقدم بهاد السرعة. اللي وقع البارح في النهائي ما كانش غير ماتش ديال الكرة، كان امتحان ديال الأخلاق، ديال المواقف، ديال المبادئ، ديال الحقيقة. ما غاديش نهضر على الكرة، غادي نتكلم على ما بعد الماتش ديال البارح، شنو وقع بالضبط. الحقد والشماتة والاحتفالات ديال بعض الجيران لكل شيء ولا عارفهم وكل شيء عايق بهم، وهذه عقد مرضية نفسية سياسية منذ زمان. الإنسان المنطقي السوي العاقل العادي كيشجع الرياضة، ولكن كاين أطراف أخرى كتشجع الحقد. النهائي ديال البارح بين المغرب والسنغال هو مجرد حدث رياضي كروي عابر، ولكن كانت بالنسبة لنا احنا كمغاربة داك المرآة اللي كشفت لنا النفوس الحاقدة والعقد المتراكمة لدى بعض الأطراف اللي عند بالهم لقاو واحد الفرصة باش أنهم يعبروا على واحد الفرح غير رياضي، لأنهم ما عندهمش شي حاجة اللي غتفرحهم وغيفرحوا بها في بلادهم. المغرب دخل هذا النهائي وهو يحمل آمال شعب كامل ومدعوم بتنظيم استثنائي أشاد به خبراء في مجال الكرة والتنظيم، لا من حيث الاستقبال، لا من حيث الأجواء، لا من حيث الفنادق، ولا من حيث الأمن، وحتى الجمهور المغربي. كل هذه العوامل كانت في أعلى المستوى. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أبدا أن جزء كبير من هذا الحقد نابع من نجاح المغرب بنفسه. بلد استطاع أن يؤسس لصورة قوية على الساحة الدولية ويثبت قدرته الفائقة في التنظيم العالمي. الإنجازات بدل أن تكون مصدر إلهام وحلم لدى هذه الأطراف أصبحت مصدر غيرة وانزعاج وعقد وحسد. قد يكون المغرب خسر الكأس، لكنه كسب شيئا مهما: احترام العالم له، صورة مشرفة كبلد مضياف، منتخب لعب بشرف، جمهور دعم بروح رياضية وطنية. أما الذين احتفلوا بعدم حصول كأس القارية للمغرب فسيبقون أسرى حقدهم، بينما المغرب يمضي إلى الأمام. وأستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كثر حسادنا، لأن كثرة الحساد تعني كثرة المنجزات والخيرات، أما من لا يملك شيئا فليس له ما يحسد عليه.